ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. والنهاردة يعني من أسوأ ماتشات النادي الأهلي، يعني برضو معتاد، فكرة معتادة من أول ماتش بنك الأهلي، من أول ماتش بنك الأهلي بتاع الدوري المصري، تعادل ثم تعادل ثم خسارة ثم خسارة. بقى خلاص كده كفاية بقى، يعني احنا كده بقينا نتكلم كتير، خلاص كفاية بقى، احنا عايزين بقى نخش الجد. يسرب يا جماعة لازم يمشي، ده أول حاجة عشان تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كده تمشي السرب. يسرب يمشي، لأن بالمستوى يعني للأسف في لفظ مستوى الزبالة ده مستوى ما يجيش في فريق كبير زي النادي الأهلي، وكله عارف كده. النادي الأهلي في نادي الترجي في أسوأ أحوال، ده عامل بحث على جوجل كيف حالة الترجي عاملة ازاي قبل ماتش دوري أبطال أفريقيا. هزايم في تعادلات، والله هزايم في رغم يعني دليل على كده اللي هو لسه بغير المدرب بتاعه، يعني دليل على كده ان المدرب بتاعه اسمه توماس ميكال، ولا توماس مش عارف ايه، مدرب لسه جاي من حوالي نص شهر ولا شهر. ده بيدل على ان الترجي كان في حاله سيئه، فكنت لازم تستغل الموضوع ده. والاهلي جاله فرص الاهلي مش عارف يستغل. وده ليه يا جماعه؟ لن يوجد مهاجم، مفيش راس حربة يوحد ربنا، كلهم جوانح، احنا في الملعب كلهم جوانح، زيزو على بن شرقي على تريزيجيه على امام عاشور، مفيش راس حربة. النادي الاهلي النهارده من اسوأ ماتشاته، بيقدم اسوأ ماتشاته. ما تقوليش انت بتلعب بره ملعبك، اصل انت مش بتلعب في اوغندا او بتلعب في جنوب افريقيا، انت بتلعب في تونس، الدولة جنبك نفس الطقس. يمكن مفيش حاجة سيئة، يعني الأجواء مش سيئة، يمكن الجمهور كان فاعل رمزي للترجي انه يكسب، ممكن ماشي، بس الترجي لو قارنت فرص الترجي بفرص النادي الأهلي هتلاقي النادي الأهلي متفوق. النادي الأهلي كان يستحق الفوز، ولكن الفرص مفيش استغلال، وده كله عشان مفيش مهاجم يوحد ربنا، مفيش راس حربة. تمام كده يا جماعه؟ فيعني انت عايز الاهلي يكسب ازاي مفيش فيرود؟ بالعقل كده ازاي يكسب ومفيش فيرود؟ فلازم الاهلي يحط خطه، يحط بلان للمهاجم الجديد. كان مش ده يا جماعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم كده تدخلي في مود مودست، بسم الله الرحمن الرحيم كده تدخلي في مود مودست، وكمان شويه تجيلي على كابونجو كاسونجو بتاع الزمالك. اقول لك بقى ايه اللي هيحصل المستقبل بقى، في المستقبل يعني احنا دلوقتي اهو داخلين في مود مودست، المستقبل بقى ممكن نخش في كابوكو كاسونجو، نخش في اسمه ده راجل اتشيمبو او شيمونج ولا اتشيمبونج، داخلين في مراحل يعني حلوه قوي، والله عايز اشارككم فيها يعني. فيعني قصه المهاجم الجديد شقلبت كل جمهور النادي الاهلي. فين المهاجم الجديد يا جماعه؟ كاموش مين يا جماعه؟ كاموش ده يا جماعه بيستلم الكوره بيتزحلق يا جماعه بيستلم الكوره والله العظيم لما بيلمس الكوره مفيش اي خطوره، كاموش زي قلته. يعني يا جماعه ده مروان عثمان يا لهوي. اقول لك حاجه، مع الجراديشار اللي انت مشيته كان عامل على الاقل يعني كان عامل اقل روح، عمل على الاقل ايه يعني، ليه مكان في الفرقه، مش واحد زي بلس، يعني مش واحد زي بلس، يعني واحد يعني واحد من غير وجوده، واحد ملوش وجود. فالنهارده الاهلي بيحسم من الترجي، والترجي النهارده يعني يفوز، يعني يحط قدم ويضع قدما للصعود لدور نصف النهائي، واحتمال كبير يا جماعه ان الاهلي ما يصعدش لدور نصف النهائي كمان. يعني انت بتتكلم انه احتمال كبير ما يصعدش لدور نصف النهائي. الاهلي من ساعه ماتش باتشوكا المكسيكي وهو مش النادي الاهلي، من ساعه ماتش باتشوكا المكسيكي والاهلي مش هو الاهلي تاني. هو يا جماعه من ساعه ماتش باتشوكا المكسيكي اللي الاهلي خسر فيه، الاهلي مش تمام، الاهلي مش تمام.
لازم بطولة كبيرة الاهلي يكسبها، وبالتالي تلاقي الاهلي رجع تاني لروحه المعنوية. هتقول لي طب في بعض اللعيبه مش كانت موجوده في ماتش باتشوك، واقول لك برضو هي رابطه، يعني انت برضو الشناوي وشوبير كانوا في ماتش باتشوك، ادي هو مركز الحراسه. محمد علي كان في ماتش باتشوك، ياسر ابراهيم كان في ماتش باتشوك، عندك مين تاني، عندك مروان عطيه كان في ماتش باتشوك، ديانج كان في ماتش. معظم لاعيبه النادي الاهلي بيلعبوا كاساسي، وكان في ماتش باتشوكا. فماتش باتشوكا المكسيكي عامل اثر كبير قوي 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 في روح المعنويه فريق الاهلي. فحاجه لازم كابتن محمود الخطيب يتدخل، ولازم يعمل جلسه، يعني لازم، يعني احنا في رمضان اهو يا جماعه، لازم يعمل افطار جماعي لكل المسؤولين في النادي الاهلي واللعيبه، يعمل اجتماع يشوف في يا جماعه ليه الاهلي مش هو الاهلي، ليه المستوى منخفض، لازم نشوف حل، ايه اللي ناقص، هل ناقصكم فلوس، هل ناقصكم مش عارف ايه المشاكل، هل انت عندك كل الحاجات ديت رابطه بالموضوع. النادي الاهلي حاليا مش هو النادي الاهلي يا جماعه. ان الاهلي يخسر من طلائع الجيش ويخسر من الترجي، يعني اقدر اقول لك يا باشا ان يعني انتظر مباراه العوده، ان لا قدر الله ممكن الاهلي يخسر، ممكن الترجي يقفل البيبان، ممكن الماتش يخلص 0-0 وبالتالي الاهلي يخسر. ممكن حاجه تانية، ان ممكن الترجي يجيب جون في اول الدقايق، ويجيب وال11 لاعب ورا، كل زي ماتش سان داونز، بس ده في ربع النهائي، كان ده في نص النهائي. يعني ده اسوأ انك تتعاملوا ربع النهائي، ده اسوأ بكتير. فالنادي الاهلي يعني بيهدر فرصة الفوز والانتصار، ويعني الاهلي كان في يده الانتصار والفوز، ولكن مفيش روح، مفيش هجوم. يسرب لازم يمشي، وقلنا كده 100,000 مرة، بس مفيش حد بيسمع. محمود الخطيب بيعمل اعلان كل اللي بتتمناه بتاع اسله، ويا جماعة ياسين منصور بيعمل لك اعلان بتاع المستقبل. طب فين مفيش حد بيساعد كوكبة النادي الاهلي، ولا في مهاجم، ولا في منظومه، ولا في مدير كوره، ولا في اي حد، ولا الدنيا بايظه والله العظيم. ماتش العوده يوم 22 مارس، فيعني ننتظر نشوف العوده اللي هيحصل فيه. ممكن نشوف حاجه يعني كويسه، يعني ده غير اللي احنا شفناه يعني. ماشي، ده بالنسبه للنادي الاهلي ونادي الترجي التونسي. خلاص كده يا جماعه، الترجي بيكسب، بس تعالى بس نقيم اللعيبه. شوبير لا يذنب من الهدف، بس عايز اتكلم بس في نقطه، التحكيم النهارده مش كان حلو. يعني ضربه جزاء الترجي لو عايز تحسبها احسب ضربه الجزاء الاهلي. الكوره اللي اشرف بن شرقي، يعني هي ضربه ركنيه، الكوره خبطت راحت لبن شرقي، بن شرقي كان هيشوط، واحد زقه. طب بدل ما انت رجعت في الكوره بتاعت الترجي، ما ترجع في كوره الاهلي. ما هو لو كان رجع كان ممكن تبقى ضربه جزاء على فكره يا جماعه، لو كان رجع كان لها ضربه جزاء. نفس كره الترجي، رجعت ليه؟ طب مش باينه كره الاهلي. ففي موضوع سوء نيه انا معرفوش، هل انا عندي سوء نيه، ولا ايه الموضوع، ولا ايه النظام التحكيم الافريقي اللي عندهم، انا معرفش. انا جاي اقول اللي انا في علمي يعني. ماشي. تقييم اللعيبه بقى، شوبير يعني بالاداء 5/10. محمد هاني سالب 60,000/10، سالب مليار من 10. يا جماعة هاني زبالة يا جماعة في الماتش، يا جماعة هاني هو كده. مودي برضو، هنقدر كلمة مودي برضو، متقلب المزاج، متغير الأحوال، أنا معرفش، أنا أقسم بالله معرف. ماشي يا جماعة، ماشي. ده كان عندك هادي رياض، والله العظيم للاعب لسه جاي النادي الاهلي لسه ما عملش حاجه، وبهذا المستوى 10/10 هادي رياض. نفس ياسين مرعي من الملي، ياسين مرعي كان جاي برضو بدأ يلعب، عمل شغل عالي، وياسين مرعي حجز مكان هادي رياض، خد مكانه واحتمال كبير قوي هادي رياض يلعب على ياسين مرعي. بيكم هيمشي، رمضان هو هيمشي، وعمر الجزار صعب وجوده في الفرق، ممكن يكون مدين، لكن بيكم بنسبه كبيره هيمشي. ياسين مرعي راجع، وعمر الجزار راجع من التأهيل يعني. بيكم ياسر ابراهيم
النهارده برضه كافيه ماشي، يعني اديله 4/10. يوسف بالعمري النهارده مش كان في احسن احواله، يعني 7/10، 7/10. خط النص كوكا 0/10. عندك امام عاشور 0/10. زيزو 0/10. اشرف بن شرقي 0/10. تريزيجيه 0/10. في مين تاني؟ بس هو ده اللي موجود. هل في تاني؟ لا مفيش تاني، مفيش تاني. البودلة بقى مروان عثمان 8/10. ليه 8/10؟ هتقولي هو معملش حاجة. نزل عمل حاجة، بيلمس الكورة، بيعمل حاجة في الملعب يا جماعة. في حاجة اسمها حيوية يا جماعة. بيعمل حيوية في الملعب. حسين الشحات 10/10. ليه برضو؟ عمل حاجة في الملعب، حيوية، نشاط وحيوية في الملعب. حسين الشحات لازم يبقى ليه مكان في الشوط يبقى البديل الذهبي تاني، ولا بديل الذهبي. ماشي كده معايا. عندك مين تاني؟ عندك طاهر محمد طاهر بره الفرقة. يلا بقى بره الفرقة بقى. طاهر محمد طاهر برضه بيتزحلق، الكورة جاية له بيتزحلق. اموت واعرف ايه اللي بيحصل، اموت واعرف طاهر محمد طاهر ده ايه لازمته في الحياة. يعني هل محمود الخطيب ياخده معاه في الاعلان؟ انا معرفش. ده اصل محمود ده صوته حلو قوي، حتى بيقول لك سطلان سطلان. صح يا استاذ طاهر ولا ايه؟ فاروح اكلم عباس حموده بقى. اصل عباس حموده كلمني بيقول لي هات طاهر محمد طاهر، اصل كان في ايه كليب دو مع بعض. نهار ابيض يا جماعه، يا جماعه ما في ايه يا جماعه؟ حاجه غريبه قوي. عندك مين تاني نزل؟ عندك مروان عطيه نزل ماشي. عندك يعني ما مستوى سيء. طيب محمد طاهر يا جماعه يعني ده عايز يعمل دويتو يا جماعه مع عباس حموده يا جماعه، اللي عايز يعمل ايه؟ انا ما اعرفش طيب محمد طاهر عايز يعمل ايه. ده طاهر محمد طاهر يا جماعه. شكرا. ده كل اللي خدناه منك يا استاذ ايه طاهر محمد طاهر. ده كل ما يخص النادي الاهلي يا جماعه. الزمالك امبارح حللت الماتش، قلت اللي هو الزمالك في اسوأ احوال، صيام، بتلعب في عز الحر، في عز الشمس، مسافر، اخر ماتش لعبته من يومين. فدي كلها عقبات. والاهلي يعني الزمالك بيعمل يعني رغم التعادل، بس لو شفت الظروف وبالتعادل هتلاقي ان التعادل ده ارحم، يعني دي حاجه كبيره قوي. نفس الكلام بيراميدز يشرف الكره المصريه. من دلوقتي بيراميدز هو مشرف الكرة المصرية عزيزي المشاهد، مشرف. المصري لسه ما لعبش تقريبا، ان شاء الله هنشوف ماتشه وهنحلله باذن الله. بس عايز بس قبل ما ننهي الحلقة ولا اقول لكم على حاجة في الفيديو الجاي بقى ان شاء الله اقول لكم ايه اللي كنت عايز اقوله. بس كده يا جماعة، يا رب يكون الفيديو عجبكم. بالتوفيق للرباعي المصري الافريقي في افريقيا. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.